يا صباح الفل والياسمين على عيونكم يا حلوين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى يا بنات هنعمل كده شويه فايش افران اللي هي الشبوره اللي بتبقى موجوده في الفرن. جهزي بقى الشاي بلبن وعشاء السقسقه، وتعالي بقى اقولك عملت الكميه الحلوه دي كلها بكيلو من الدقيق. حاجه كده جميله وسهله ومتاخدش وقت مننا خالص، وحاجه كده مقرمشه كمان هتعجبكم جدا ان شاء الله. تعالوا بقى كده نقول بسم الله ونبتدي. اول حاجه كده ننزل بكوبايه ونص من الميه، المج المعياري اللي عندنا كلنا في البيت، وهحط كمان 4 معالق من السكر كبار، ونقلب كده ندوب السكر بالشكل ده كده. وبعد كده ننزل بقى بمعلقه من الكركم، معلقه كبيره، وكمان كيس خميره، وكمان رشه فانيليا، ورشه من الملح. ونقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه بالشكل ده كده. سهله وسريعه ومقاديرها يعني موجوده في كل بيت. هنقلب كده وندوب الحاجات كلها مع بعضها. بعد كده اخر حاجة هنزل بكوباية من السمنة انا كنت مسخناها. وبعد كده هنزل بكيلو من الدقيق نخلاه كويس، اللي هو كيلو من الدقيق يعني 8 كوبايات من المج اللي انا عايرت بيه المية ده، 8 كوبايات. وهبتدي بقى كده ازود المية سنة سنة لحد كده ما العجينة تظبط معايا. يعني بصوا بقت ملزقة، هفضل بقى كده ايه اعجن فيها كويس قوي كده. هي مش محتاجة اي حاجة خالص. عايزة اقول لكم العجينة بالظبط خدت معايا حوالي كوبايتين الا ربع من المية. حطيتها بقى كده على الرخامة وفضلت بقى كده ايه اديله ادي فيها بقى كده لحد ما ايه تبقى ما تلزقش في ايدي خالص. شايفين ايه لحد ما تنضف وتبقى مش ملزقة خالص بالشكل ده كده. وهحطها بقى كده في طبق واغطيها علشان تخمر براحتها حوالي ساعة. انا هسيبها تخمر حوالي ساعة، يعني نص تخميرة كده. شايفينها اهي بعد ساعة هطلعها كده من الطبق، وهبتدي بقى كده افردها بالشكل ده كده على الرخامة علشان اقسمها اربع ترغيفة زي ما بيقولوا. هعمل كده 4 ترغيفة منها. بصوا هقسم كده بايدي كده بالنظر يعني كده 4 ترغيفة بالشكل ده كده. بعد كده اجيب الاستيكة وابتدي كده اقسمها. بعد كده اجي المها تاني بالشكل ده كده. سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. بصوا قد ايه كده العجينة طرية وجميلة، وبصوا عاملة كده يعني زي اللبانة كده بتاخد وتدي معاكي. شايفينها اهي. حطيت بقى 3 كده في الطبق وغطيتها عشان ما تنشفش معايا. واخدت اول واحدة كورتها خالص عشان افردها. حطيت كده شوية من الدقيق في الارضية، وهبتدي كده افردها بالنشابة بالشكل ده كده لحد كده ما تبقى مثلا ايه يعني مستطيل كده معايا، على شكل كده مستطيل. وبعد كده بقى هجيب الحرف ده كده ابرمه. شايفين ابرم كده واقفل، ابرم واقفل بالشكل ده كده. بصوا سهله وما فيهاش اي حاجه اهي بالشكل ده كده. ومن هنا بقى اقفل كويس علشان ما تتفتحش معايا في الفرن. وادوس برضو هنا على الخط ده وافضل كده الفها ارولها كده بالشكل ده كده علشان الخط ده كده ايه يلحم في العجين كلها. وجبت بقى صينيه من غير ما تكون مدهونه اي حاجه خالص، واحطها كده، احط الرغيف كده واخلي الخط اللي انا قفلته يبقى من تحت عشان لما اجي اقطعها تبقى متساويه. هعمل معاكم واحده كمان، دي كانت اخر واحده، كان اخر رغيف. بصوا بقفل ازاي بايدي، ببطط كده بايدي بصوابعي كده علشان الحم بقى كده ايه العجين ما يكونش متفتح وما يكونش فيه فراغات وانتي بتيجي تقطعي بعد السوا. شايفين اهي قفلته. ومن هنا كمان بالشكل ده كده. بس هنا انا هقسم الرغيف علشان الصينيه كانت صغيره شويه، فقسمت الرغيف الاخير ده زي الاولاني. بصوا اهو، شايفين اهو. بعد ما خلصت بقى هغطيه واسيبها تخمر كمان ساعه. بعد ما شكلته كده هسيبها تخمر كمان ساعه، وبعد كده هبتدي بقى اسويها بالشكل ده كده. هغطيه
وبعد بقى بصوا يا بنات ساعة، انا سبتها بالظبط ساعة وربع كده. بصوا ما شاء الله عليت ازاي وتضاعفت حجمها. بصوا مكان ما احنا كنا قاطعين الرغيف شايفين واخده التدويره بتاعت الشبوره ما شاء الله. يعني كمان سبت الفرن تسخن شويه، بصوا كمان تضاعفت حجمها اكبر وعليت ما شاء الله. فبجد ما تخافوش، يعني هتطلع معاكم مظبوطه باذن الله. نفس المقادير كده اعملوها هتطلع معاكم مظبوطه. انا بقى بعد ما طلعت من الفرن هي بتاخد بالظبط حوالي تلت ساعه بالظبط، على درجة حرارة 200، عشان انا عندي الفرن 180 مش بتبقى عالية قوي. فبصوا انا اول ما طلعت كده غطيتها علشان ما تنشفش معايا، عشان الوش بيبقى ناشف قوي، فلازم تغطيها اول ما تطلع من الفرن. بصوا بقى التسوية بتاعتها كده من تحت ومن فوق ومن الجناب ما شاء الله، حاجة كده حلوة قوي. كانت سخنة جدا كمان. فهنا بقى بعد يعني ما سبتها تبرد وتهدى خالص، قلت بقى كده غطيتها وسبتها تبرد خالص مع نفسها، وقلت كده اقطعها بقى. بصوا شايفين كده من قريب. هجيب بقى سكينة كده حامية تكون مشرشرة كده، وهبتدي اقطعها كده شرايح بالشكل ده عشان تدي شكل الشبورة اللي احنا بنشوفها في الفرن. لولو هنا بقى كانت قالت لي يا ماما انا عايزة ادوقها عشان اقولك طعمها ايه. حلوة، لا عشان اقيمها يعني بتقولي كده. فاديتها واحدة دقيتها وهي طرية ما عجبتهاش، قالت لي انا عايزاها تبقى ناشفة. فانتي ممكن الناس اللي بتحب الحاجات الطرية ممكن تاكلها وهي طرية عادي تبقى حلوة قوي. بصوا بقى هنا قطعتها كلها، قطعتها بالشكل ده. بصوا بقى قد ايه هشة وقد ايه كده عاملة زي الاسفنج كده. بصوا يعني اطبقها كده بتتفرد تاني معايا، شايفينها اهي. العجينة ما شاء الله مظبوطة وكل حاجة فيها مظبوطة. قطعتها وبعد كده نشفتها بقى في الفرن، يعني تحطيها في الفرن تنشف يعني الجنب ده، وبعد كده تقلبيها الجنب التاني تنشف الجنب التاني. وبعد بقى ما خلصت الكمية كلها، ده غير اللي احنا اكلناه كمان بعد ما عملتها، فكانت حلوة جدا. فان شاء الله اعملوها هتعجبكم باذن الله، ومقاديرها سهلة وان شاء الله اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.